معظم أولياء الأمور حالياً بيسألوا عن مصاريف المدارس للعام الدراسي الجديد، ومن أكتر الكلمات بحثاً على جوجل هي مصاريف المدارس لعام 2024. علشان كده جبنا لكم تفاصيل المصروفات من واقع نشرة وزارة التربية والتعليم اللي اتوزعت على الإدارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية. النشرة دي بتقول إن مصاريف المدارس في مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي هتكون 350 جنيه، ومن الصف السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي المصاريف هتبقى 205 جنيه. أما الصف الأول الثانوي فالمصاريف هتبقى 250 جنيه، ومن الصف الثاني الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي العام المصاريف هتبقى 505 جنيه. وبالنسبة للتعليم الفني فهتلاقي مصاريف الصف الأول الثانوي بالتعليم الثانوي الفني 220 جنيه، وباقي صفوف التعليم الثانوي الفني هتبقى مصاريفها 205 جنيه. نيجي بقى للناس اللي من حقها ما تدفعش المصاريف. أولاً أبناء شهداء ثورة 25 يناير، ثانياً أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي ومن المساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، ثالثاً الطلاب يتامى الأب، رابعاً الطلاب الملتحقين بدور الرعاية الاجتماعية، خامساً أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، سادساً أبناء المكفوفين وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثاً وغير القادرين، يعني بدون دخل ثابت، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي. سابعاً أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك. ثامناً طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى. تاسعاً طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الأول ومدارس التعليم المجتمعي والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس. دي هي كانت المصاريف الدراسية، ودي كانت الناس اللي من حقها ما تدفعش المصاريف. أما بالنسبة لموعد بدء الفصل الدراسي الجديد 2023-2024 بالمدارس الحكومية فهيكون يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023. وكل عام وحضراتكم بخير. واحنا هنا في مصر اليوم بنتمنى لأبنائنا وإخواتنا تلاميذ وطلاب المدارس يا رب عام سعيد وتفوق دائم بإذن الله. قولوا آمين. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.